خلينا نتكلم على الهلال. حلو. عندما يكون هذا الفريق الموقف يتفوق على بطل أمريكا الجنوبية في كأس العالم، ويتفوق على بطل أفريقيا في كأس العالم، ويلعب النهائي، وقبل الموسم كان بطل الدوري، وهذا الموسم بطل الكاس، وحقق إنجازات، فهذا لا بالنسبة للهلاليين يعتبر سيء. بس في أندية تتمنى لو كاس، لو بطولة. لذلك أنا لما أشوف الهلال يعني جودة الهلال أن تتفوق على قارتين كبيرتين، وملك كرة القدم البرازيليين تتفوق عليهم وتخرجهم في كأس العالم للأندية، تتفوق على بطل أفريقيا في ملعبه وأمام جمهوره وتخرجه، أنا أعتبر أنه إنجاز. مع العلم أنه كلنا بما فيهم زميل خالد اللي أعتبره ولدي يعني كان متشائم، يعني يقول بس يلا السلامة بندخل كأس العالم، مدرب كانت فيه مشاكل وكذا. ولكن هنا الفرق لما تكون هناك إدارة ظل، وهناك رجال يخافون على هذا الكيان ويجتمعون إعلاميا يدا واحدة، ويجتمعون رجال يدا واحدة من أجل هذا الكيان، تأتي هذه النتائج. لا تفرق. الإعلام له دور، الإعلام مهم، ولكن أن تهمل إعلامك وتهمل أمور كثيرة، هذه النتائج. لو جينا النصر يعني تخيل كل 3 شهور مدرب سنتين، كل 3 شهور مدرب، هذا يدل على أمور يعني أخطاء إدارية قصدك؟ أنت جايب لي واحد اسمه قوران، وجايب لي واحد اسمه زالات ومدري ذا مساعد مدرب وكان مدرب صالات، وتبغى نتائج منهم. هذولا الاثنين غيروا لك 8 مدربين، لأنك أنت ماخذ مدير مستشار فني، إضافة للمستشارين كما يقول بعض الزملاء المقربين من نادي النصر أن هناك مستشارين خارجيا يمدون خارج الإدارة، خارج المنظومة، خارجيا يعني برا، يمدون النادي باستشارات فنية. فإذا كان خارجيا يمدون باستشارات فنية، إذا كان قوران هذا اللي جالسوا يمدحون فيه ومارسيلو أوكي تغيرت 5 مدربين، قصدي 8 مدربين. إذا وين الخلل؟ وين الخلل؟ ثانيا، مع احترامي الإدارة يعني الآن إن شاء الله أتكلم عن الماضي، لم تكن واضحة مع الجمهور، لم تكن واضحة مع الجماهير. في إيش؟ إقالة المدرب فقط بيان وذات سول. البيان ما وضحت فيه؟ لا ما وضحت ولا في سبب، تم انتهى. بس في